بسم الله الرحمن الرحيم. المثل بتاعنا النهاردة بيقول تروح فين يا صعلوك بين الملوك. المثل ده قصته ايه وحكايته ايه؟ المثل ده ارتبط في اذهان المصريين بفترة تاريخية مهمة جدا في مصر سنة 1811 اللي هي مذبحة القلعة. كان في زمان موظف حسابات عند احد المماليك اسمه الشيخ اسماعيل زعلوك. من سوء حظه دخل كان وقت دخول المماليك القلعة كان هو مع المملوك بتاعه، فدخل القلعة فطبعا لقى مصيره زي الناس اللي دخلوا القلعة كلهم وايه اتذبح. فأمير لجنة حصر القتلى بيعد القتلى بقى عشان يكتب أساميهم ويرفعها لمحمد علي، فلقى من ضمن الناس القتلى دول الشيخ زعلوك، فطبعا رفع الأمر لمحمد علي. محمد علي عمل ايه بقى عشان يعوض اولاده في مصابهم في ابوهم؟ هم كانوا طبعا مسقط رأس الدسوق، فبعت لهم الاف المواشي ووهبهم مئات الافدنه تعويضا لقتل ابوهم الخطأ في القلعه. وبدأت الناس تتداول القصه بتاعت مقتل الشيخ اسماعيل زعلوك، فبدأوا يقولوا لبعض ايه بقى تروح فين يا زعلوك بين الملوك، الى ان تطورت الكلمه والناس حرفوها وبقوا يقولوا تروح فين يا صعلوك بين الملوك. وهو ده عنوان المثل بتاعنا النهارده. ان عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه واعملوا لايك وشير. مع السلامه.